فكرة تفكك الأسرة عند الإنسان الغربي بقت حاجة عادية. عادي إنك تلاقي ابن بيسجن أبوه عشان بيحاول يمنعه إن يكون شاذ. عادي إن الابن يطلع وهو مش عارف مين أبوه ومين أمه. بس الكلام ده ما بقاش ياكل معاه خالص. لسه في عيال بتتولد ويكبروا ويبنوا أسر، فقال لك إيه، ما تيجي ندعم الشذوذ ونخليه منتشر في كل أسرة. فتعال أنت بقى احكي لك الموضوع. بسم الله نبدأ. انا مالك يوسف وانت هنا في قناتك عقل واعي. سنة 1978 صمم جيلبرت بيكر علم مكون من 6 ألوان. العلم اللي لحد النهاردة بقى رمز لأي فطرة غير سوية. وأكيد انت خمنت ان العلم ده هو علم الشواذ. الفكرة ان اختيار الألوان بتاعت العلم ده ما كانتش صدفة زي ما بيقولوا عشان التنوع. اختيار الألوان دي كان عشان ان هي محببة لأغلب الناس. دي ألوان الطبيعة، ألوان بتشوفها بعد المطر في السماء. بمناسبة قوس قزح فهو مختلف عن علم الشواذ. قوس قزح مكون من 7 ألوان، أما علمهم مكون من 6. ركز شوية هتعرف الفرق. المهم ان قذارتهم مستمرة. عملوا لك شهر في السنة عيد للمش محترمين وسموه برايد مانس، وده معناه عيد الفخر. مش عارف بيفتخر انه عجل. ماشي. الموضوع ما وقفش ان هو ربط الوان مبهجه بحاجه زي كده. ده اكبر شركات انهم يدعموهم، اكبر اي حد عنده جمهور زي رؤساء، مغنيين، ممثلين، انهم يدعموهم. يا اخي ده حتى الشخصيات الكرتونيه المحببه لاطفالك رسموها بشكل يدعم الشواذ. وللاسف انت بسبب وعيك الغير كافي متجاهل حاجه زي كده، بتقول انهم اطفال مش واعيين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وللاسف ان ده بيترسخ في اطفالك لا اراديا لحد ما يكبروا. مش بعيد ان على الاقل تلاقيه لما يكبر متقبل فكره ان عادي يكون في حد غير سوي، ويقول لك ايه المشكله، هو حر. بص يا صاحبي، انت عارف مخاطر الشذوذ ومش محتاج ان اعرفها لك، بس خليني افكرك ببعضها. هتلاقيها من معارضه لحكمه ربنا في استخلاف الانسان لاعمار الارض، لتدمير الاسر، ناهيك عن كميه الامراض الناتجه عن القرف ده. حاجه كمان لازم تعرفها ان الالوان ملك عام للبشر، فمش من حق مجموعه معينة او مؤسسة اعلامية معينة او حتى دولة تحتكرها على مجموعة غير سوية من البشر. والمفروض على الاعلام اللي بيرفض فكرة الشذوذ انه يبدأ يستخدم الالوان دي في عكس كده عشان يكسر الفكرة النمطية للالوان دي. حاليا لو لاحظت هتلاقي ان في اتجاه عالمي لمحو الرجولة وزرع الشذوذ، فلازم تحمي نفسك واطفالك من العك ده. تقدر تعمل كده لطفلك انك تحطه في وسط ديني. ايوه سامعك انت اللي بتقول انت عايزني اسلم ولادي للناس دول، انت عايز الواد يطلع متشدد؟ يا اخي تبا للي زرع في دماغك الافكار دي. بص يا صاحبي، انا قصدي انك تحطه في جو يتذكر فيه القران والحديث. انت نفسك ممكن تخلي بيتك بالشكل ده. يا اخي ده انت ممكن تجيب له شيخ يدرس له القران والحديث ويكون تحت عينك، انما تسيبه للكرتون والموبايل والتيك توك. يبقى الدنيا السلام كتير.